في قلب المحيط تبحر أضخم آلة حربية عرفها الإنسان. إنها USS جيرالد آر فورد، أقوى حاملة طائرات في التاريخ ودرة التاج في الأسطول الأمريكي. بدأت فكرة هذه الحاملة العملاقة في أوائل الألفية، وسميت باسم الرئيس الأمريكي الراحل جيرالد فورد. استغرق بناؤها أكثر من 10 سنوات، وبلغت تكلفتها حوالي 13 مليار دولار لتكون أغلى سفينة حربية على الإطلاق. يبلغ طول السفينة 337 متراً، ووزنها يزيد عن 100,000 طن. تستوعب على سطحها أكثر من 75 طائرة، بينها المقاتلات الشبحية F-53 وطائرات FA-18، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر. ويعمل على متنها قرابة 4500 فرد، ما بين طيارين وفنيين وجنود. تتميز الحاملة بنظام إطلاق طائرات كهربائي يعرف MELS، بديلاً عن النظام البخاري التقليدي، ما يسمح بإطلاق أسرع وأكفأ. كما أنها مزودة برادارات مزدوجة النطاق وأنظمة دفاع جوي وصاروخي متقدمة تجعل منها حصناً لا يخترق. وجود USS جيرالد آر فورد في أي منطقة من العالم هو رسالة واضحة: الولايات المتحدة هنا وبقوة. فهي ليست مجرد سفينة، بل قاعدة جوية عائمة قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة في أي لحظة. بهذه الحاملة تدخل البحرية الأمريكية عصراً جديداً من التفوق. فهل تكون عنصر الحسم في حروب المستقبل؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك. لدينا المزيد من الأسرار العسكرية القادمة.